السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخواني وأحبائي في الله، اليوم إن شاء الله هنفسر رؤية جديدة عن المهدي المنتظر. النهاردة هنتكلم في رؤية بخصوص المهدي المنتظر، ومبشرة وجميلة جدا ليه. علشان ما نطولش هنخش على طول في الرؤية، هنقراها مع بعض وبعد كده إن شاء الله تعالى هنفسرها مع بعض. هنيجي للرؤية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. رأيت أخي الحبيب المهدي المنتظر وزوجته وهي تجهز له للسفر إلى أداء العمرة أو الحج. لم أتيقن أخي بالضبط إنه مسافر للحج أو للعمرة. سافر المهدي المنتظر لأداء العمرة، ثم تغير المشهد ورأيت زوجة المهدي المنتظر تتابع المهدي المنتظر وتعرف كل ما يدور حوله خلال شاشة تلفزيون كبيرة جدا أمامها. كانت تجلس أمامها وترى كل ما يخص المهدي المنتظر من تحركات، وأنا كذلك أخي العزيز كنت أرى من الشاشة الذي كانت ترى منها. ثم لفت انتباهي أن المهدي المنتظر من خلال الشاشة أنه يطوف حول الكعبة. وللعلم يا أخي الكريم أن الشاشة التي كنا نرى منها كانت كبيرة جدا معلقة على الحائط في منزل المهدي المنتظر، وكانت زوجته تشاهد ما يحصل له أو ما كان يفعله في أداء العمرة أو الحج. وما رأيناه عن المهدي المنتظر هو كذلك. رأينا الكعبة ورأينا المهدي المنتظر يدخل إلى الكعبة، ثم لفت انتباهنا أن عدد قليل جدا يحيط بالكعبة، عددهم بالضبط 7 رجال. ثم رأيت أخي الكريم منظر أغرب من الخيال، إن أرض الكعبة عبارة عن مرآة، يعني الأرض كلها بتاعة الحرم حوالين الكعبة كلها من المرآة، ولكن ليس كالمرآة العادية الذي نرى فيها، لكن مرآة تاني عجيبة لها قدرة عالية من الشفافية والضوء والرؤية. كنت أنظر من خلال الشاشة إلى أرض الكعبة أو أنظر إلى المرآة، كنت أرى منظر السماء ونقاء المرآة ودرجة وضوحها، والغريب في ذلك أنظر إلى الأرض تعكس منظر السماء كاملا كأني أنظر إلى السماء. ثم وجهت نظري إلى المهدي المنتظر أين هو. رأيته جالس على الأرض بعيدا عن الناس، أو بالأخص بعيدا عن ال7 رجال المحيطين حول الكعبة. بعد ذلك رأيت رجل يدخل من الخارج وكأن الخارج مغلق ولا يمر منه أحد. ثم رأيت رجل يخطو من الخارج سريعا يحمل على يديه الاثنين قميص رهيب المنظر مغسول ويضع في كيس كأنه خارج الآن من البخار، وله بريق ولا أعرف كيف أصف لك هذا المنظر. توجه الرجل مباشرة إلى المهدي المنتظر ووقف خلفه، والتفت المهدي إليه. بعد إحساس المهدي المنتظر إن لعل يكون أحدا وراه، فنظر المهدي المنتظر إلى الخلف وراء الرجل، فنهض المهدي المنتظر من مكانه ونظر إلى الرجل باستغراب، فمد الرجل يده إلى المهدي المنتظر أن يأخذ القميص منه. استغرب فبدأ الأمر المهدي المنتظر من هذا قبل أن يمد يده ويأخذ القميص منه، وكأن الرجل يكلم المهدي المنتظر ويقول له خذ هذا القميص لك. فأخذ المهدي المنتظر منه القميص بيديه الاثنين أيضا كما كان يحمله الرجل، ثم رفع يده اليسرى المهدي المنتظر من القميص، وبقى القميص على يده اليمنى. وبعد ذلك التفت الناس المحيطين بالحرم وبدأ واحد تلو الآخر بالذهاب إلى المهدي المنتظر. أعتذر أخي الحبيب، قد نسيت جزء. عندما أخذ المهدي المنتظر القميص من الرجل انتبه كل من في الحرم لحظة سكون رهيبة، والمهدي المنتظر يستلم القميص من الرجل، وكانوا ينظرون لبعض. ال7 رجال الموجودين حول الكعبة كانوا ينظرون لبعض في لحظة المهدي المنتظر وهو يستلم القميص، لحظات استغراب منهم. ثم بدأ بعد ذلك واحد تلو الآخر يذهبون إلى المهدي المنتظر حتى صاروا ال7 حول المهدي المنتظر، وكأنهم ال7 آتون إلى الحرم لهذا الأمر. انتهت أخي الكريم، واستيقظت من النوم على أذان الفجر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأحباء، طبعا انتوا سمعتوا معايا الرؤية، وأنا بقول انتوا عارفين أنا كان عندي رؤية شبيهة لدي بالظبط من حوالي يمكن عام كده اهو تقريبا، وفسرتها 90% من هذا الرؤية بالظبط. كأني وأنا بقرأ الرؤية دي بتذكر الرؤية اللي أنا كنت بفسرها من سنة، بس دي مع اختلاف طفيف جدا فيها. الاختلاف اللي فيها وبين الرؤية اللي أنا قلتها من سنة إن دي بتقول دلالة تاني جديدة ما كانتش فيها، أو بتعرفنا بحاجات جديدة تخص المهدي المنتظر. طب تعالوا نفسر ونجمعها مع بعض إن شاء الله كده ونتكلم فيها.
اولا اول حاجة جت في الرؤية ايه؟ مختصر كده في الكلام، الرؤية دي بتقول حاجات كتير جدا. بتقول ان زوجة المهدي لها شفافية عالية جدا، او لها رؤية واضحة صادقة. وبتقول تاني ان نحن على وشك المهدي المنتظر يقابل مع العلماء السبعة. وبتقول ان احداث جديدة هامة ستحدث حول الحرم او في السماء، او في امور هامة جاية هتحصل هناك في محيط السعودية. تعالوا بقى نفسر جزء جزء زي ما احنا اتعودنا، ونتكلم فيها ونجمعها مع بعض بعد كده. رؤية المهدي المنتظر وزوجته وهي تجهز له السفر إلى أداء العمرة أو الحج، والرأي ما كانش يعني فاهم من الرؤية إن ده حج ولا عمرة، ودي بتكون على ظاهرها. معنى إيه؟ معنى إن المهدي المنتظر بدأ بالفعل بالنية في أقرب وقت ليه، أو لما تحين له الوقت بالسفر للعمرة أو الحج. يعني بدأ المهدي المنتظر دلوقتي يفكر تفكير قوي جدا جدا إن هو يذهب يروح يعمل عمرة أو يحج. ثم رؤية زوجة المهدي بتشوف المهدي المنتظر من خلال شاشة كبيرة جدا عندها، والرأي كذلك. الرأي شاف الرؤية دي كلها من خلال الشاشة اللي كانت بتشوف فيها زوجة المهدي المنتظر، بتشوف تحركات. والمعنى ده يوضح لنا في الرؤية ان زوجة المهدي لها شفافية او لها رؤية واضحة جدا، وهو ان الرأي يرى من خلال الشاشة. يعني الجزء اللي هو الرأي اللي كان بيشوف الرؤية دي شافها كلها عن طريق ايه؟ الشاشة اللي كانت بترى منها زوجة المهدي المنتظر. يعني زوجة المهدي بتشوف وتعرف كل حاجة عنه من خلال سواء ان ليها شفافية عالية جدا او من رؤية. بس الارجح هنا في الرؤية بتقول ان هي ليها رؤية واضحة جدا جدا جدا. وده الجزء اللي بيوضح لنا ان زوجة المهدي لها شفافية او ليها رؤية واضحة، سواء المهدي المنتظر متزوج او مش متزوج. اذا كان المهدي المنتظر حي بيننا الان ومتزوج فهذا الوصف فيها، إذا لم يكن متزوج فإنه سيتزوج امرأة لها ذلك الوصف، منعا لأي جدال ومنعا إن حد يتكلم معاه يقول لي دي متجوز لا مش متجوز. هي عامة الرؤية بتقول إن المهدي المنتظر متزوج، بس لأي كلام لو هو متزوج هيبقى الوصف ده اللي في الرؤية فيها. لو هو مش متزوج هيبقى الزوجة إن شاء الله في المستقبل ليه هتكون فيها نفس الوصف ده. تاني حاجة إيه؟ أرض الحرم كأنها مرآة جميلة واضحة جدا. المراية عامة بشكل عام تبشر رؤية بخير القريب جدا، وبتقول في حدث مهم هيحصل في السماء يخص الأمر ده. يعني في حدث هيحصل في المكان هناك أو حواليه في السماء قبل تفسير الرؤية دي مباشرة على الواقع، هيكون ده سبب من أسباب إن المهدي المنتظر هيكون هناك. وفي نفس الوقت بشارة بخير من السماء، وأهل السماء كلهم متضامنين مع المهدي المنتظر، وهم أكتر من يحيط المهدي المنتظر في وقت البيعة، وقت الرؤية بتاعته، وقت قرب العلماء السبعة له. وده أمر رباني واضح ومبين للمهدي المنتظر ومفيهوش كلام. الحاجة التالتة إيه؟ لا يوجد ناس حول الحرم سوى 7 رجال. طب ده مش أمر غريب إن الحرم نفسه يبقى مفيهوش حد؟ لا، هو هيبقى موجود وفيه، بس بيقول الرؤية بتقول إن محدش هيعرفه. لو في 1000 ولا 2000 ولا 100,000 ولا مليون واحد موجود هناك غير ال7 اللي موجودين هناك بس هم اللي هيعرفوه. وبناء على كده الرؤية لم تصر حد سوى من يعرفون المهدي المنتظر في بادئ الأمر، كأن الحرم خالي من جميع الناس سوى 7 رجال فقط. وده أول مبينات لنا إن أول من يعرف أمر المهدي المنتظر هم العلماء ال7. والدليل على كده إن هو مفيش أي حد في الحرم غير ال7 علماء بس، أو 7 رجال اللي موجودين. وعملوا ال7 كانوا رايحين هناك وموجودين بأمر إلهي من المولى عز وجل، لأن اللحظة اللي خد فيها المهدي المنتظر القميص حصل أمر سكون رهيب لبداية الأمر للمهدي المنتظر، وهو الأمر الذي دعاهم لوجود ال7 علماء هناك. دخول الرجل من الخارج، وكان الحرم مقفول يعتبر، ودخل هو الوحيد اللي دخل، وكان حامل على ايديه قميص الرائي بيوصفه ان هو جميل جدا ومغسول ومحطوط في كيس ومكوي. ده بيقول ان ده ملاك من السماء حامل رسالة من الله، رسالة تكليف من الله للمهدي المنتظر، وتوجه به الى المهدي مباشرة. تفسير القميص في المنام بتبقى رسالة. طبعا هو ليه كذا حاجة، بس اقوى حاجة للتفسير بتاعته اول حاجة اتقالت في التفسير لابن سيرين ان ده رسالة. وكون القميص مش جديد
يعني كان مستعمل قبل كده. ده بأكبر دلالة ان القميص ده يخص الرسالة. اي رسول بيجيله رسالة من عند الله بتيجي رؤية القميص، وان القميص ده مغسول قبل كده معنى كده ان هو كان اتلبس قبل كده، فبناء على كده القميص اتجهز بغسيل والكوى برسالة جديدة وتوجيه للمهدي المنتظر. يعني رسالة مختلفة عن أي حد من الأنبياء برسالة تاني، لأن المهدي المنتظر وباتفاق إن هو مش رسول ولا نبي، هو خليفة للمسلمين. بعد ما خدوا منه القميص ووقف المهدي المنتظر متعجب، إن أول ما الراجل وقف ورا المهدي المنتظر حس بيه المهدي المنتظر. خدوا بالكم من الجزء ده، حس بيه المهدي المنتظر وقام وقف لوحده. يعني المهدي المنتظر يحس بأمره ويشك فيه ولا أتاه اليقين. خدوا بالكم، واتكلمنا في النقطة دي كتير جدا عشان عدم أن يفتن أحد. ولما قام المهدي المنتظر وبص في وجه الرجل الذي يحمل القميص كان مستغرب، في ايه. فالراجل مد ايديه واداله القميص. انتظر شوية المهدي المنتظر وخد منه القميص. الانتظار ده ايه؟ الرسالة والتكليف من عند الله، واليقين للمهدي اتحمل الرسالة دي والمبايعة. هقول لكم على حاجة، انتوا عارفين في بعض الاخوة بيقول لك ان المهدي المنتظر متيقن تماما ان هو المهدي المنتظر وجاله رؤيات تثبت بكده، والكلام ده كله باطل. والدليل ايه؟ هي مش رؤية واحدة يا جماعة اللي بتيجي واتكلمت في الكلام ده، وانتوا عارفين احنا ما بنتكلمش على رؤية واحدة تخص حاجة. الرؤيات كلها جاية يا جماعة في مضمونها حاجة واحدة، بتقول ان المهدي المنتظر ما عندوش اليقين لغاية دلوقتي. وكلامي ده انا لو بتكلم على حد وبوصف حد يبقى انا عندي اليقين، فهقول لا المهدي المنتظر عنده يقين. دوري راجل مفسر، ما ينفعش افتن اي حد ولا اقول كلام غير صحيح ولا اقول كلام غلط، فلازم اقول الكلام اللي هو شايفه في رؤية حتى لو على رقبته. فما ينفعش اريح حد واقول له كلام غلط مجرد بس ان انا بريحه، لا. ولا حتى راضي حد واقول له كلام يريحه ويكون على حسابه هو وعلى حساب ناس كتير، ما ينفع. لو هو في الرؤية يا جماعة بيقول المهدي المنتظر عنده يقين ان هو المهدي المنتظر وعنده دلالة اكيدة، اول ما يشوف الملاك اللي داخل بالقميص ده هيكون المهدي المنتظر منتظره واقف، وهيقرب له المهدي المنتظر عشان ياخد منه رسالة. ما هو خلاص بقى هو المهدي المنتظر عنده اليقين. لكن هنا بتيجي مش في رؤية واحدة، كل رؤية يا جماعة صادقة بتقول الكلام ده. بيفوجئ، بيحصل له امر، بيتشتت، كل الكلام ده كله معناه في الرؤية في التفسير الصحيح ليس عنده اليقين الجذري بالمهدية. فما ينفعش انا اتكلم كلام غلط واقول لك لا ده عنده اليقين فعلا، يبقى انا كده بفتنك مش بنصحك ولا بقول لك كلام الصح. فجاي هنا في الرؤية بيقول لك ايه؟ المهدي المنتظر لما جه الراجل ووصل الملاك عنده لغاية ما وقف وراه، يعني خلال دخوله ومشي ووقف وراه، ما حسش بيه المهدي المنتظر. اول ما وقف وراه حس بيه، وده امر طبيعي ممكن اي حد لو انت واقف وجي حد وقف وراك ممكن تحس بخيال، تحس بحاجه، وبناء على كده تلتفت لهذا المنظر. التفت المهدي المنتظر وقام، فبص الراجل للملاك ده بنظره استعجاب، فالراجل اداله القميص. يعني المهدي المنتظر ما مدش ايده على طول في ساعتها وخد منه القميص. كل ده يثبت ايه؟ وبعد كده بعدها لحظات مد ايد المهدي المنتظر وخد منه. اللحظات دي ايه؟ هي الرؤية اللي هيمن المولى عز وجل بالمهدي المنتظر باليقين ان هو المهدي المنتظر. فبناء على كده هياخد قميص الرسالة، بناء بعد ما تجيله الرؤية هياخد الرسالة ويحملها. وده امر لو بصيت في الرؤية هتلاقي كل رموزها كلها متجمعة مع بعض كأنها جزء واحد. بعد ما خد القميص المهدي المنتظر بإيده الاتنين بدأ يحمله بإيد اليمين، اللي هو بدأ الأمر بيه. أي خطواتنا احنا كمسلمين بنبدأ باليمين. ثم بدأ السبع رجال اللي هم رمزهم ايه؟ اللي هم رمزهم العلماء السبعة اللي هم بس اللي كانوا موجودين في الحرم، اللي هم بس اللي هم هيعلموا بوجود المهدي المنتظر وهيعلموا بيه، وهم أول من هيبدأوا مبايعة المهدي المنتظر. السبع رجال، وهيبدأ واحد تلو الآخر. يعني معنى كده إن العلماء السبعة كلهم هيتجمعوا في السعودية واحد ورا التاني، وفي الاخر هيصبحوا سبعة وهيكونوا موجودين هناك، وهتجيلهم بيانات ودلائل بوجود المهدي المنتظر، وهيكونوا واقفين في انتظار المهدي المنتظر لبداية الامر بعلم رباني هيجي ليهم، ومحدش هيعرف بده خالص غيرهم حتى يبدأ الامر ويجيلهم الدلالة ان المهدي المنتظر ويشوفوه ان هو موجود هناك، ثم يبدأ الامر.
ايه الفرق بين الرؤية دي والرؤية اللي جت من سنة، اللي انا كنت بتكلم عليها، الشبيهة بالظبط بدي؟ الرؤية كانت من سنة ما كانش فيها زوجة المهدي المنتظر، ما كانش فيها ان في علامة في السماء هتحصل بتقول لك ان في اختلاف بين الرؤيتين، ان الامر اقترب جدا 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 لمبايعة المهدي المنتظر، وبتقول لنا ان في امر على وشك الحدوث قبل ظهور المهدي المنتظر على طول. وجاية بتقول لنا ان الرؤية دي صادقة من تشابه رؤيات معاها، سواء السابق او الموجود دلوقتي. والامر الثاني اللي كان في الرؤية واضح جدا سبحان الله، بتؤكد ان المهدي المنتظر بيشك ولا يتأكد من نفسه، وهو ان الرجل جاء المهدي من الخلف واستغرب المهدي في الامر. يعني فيها دلالتان بتقول لكم يا جماعة ان المهدي المنتظر لم يأتيه الاب من الله تأكيدا بمهديته، وهو الان ينتظر اليقين. ده كله اللي جه في الرؤية. تعالوا كده نجمع الرؤية كلها كده بمختصر، يعني جزء صغير جدا كده ونقوله. اولا في حالة وجود زوجة المهدي المنتظر له، هتكون زوجة المهدي المنتظر لها شفافية عالية او رؤية واضحة، وهي تعلم بهذا الشأن، وتوصف رؤية بنية المهدي المنتظر بالذهاب للعمرة او الحج في هذا الايام او في هذا العام، وتوضح الرؤية ان المهدي المنتظر لم يأتيه اليقين حتى الله، واليقين في الطريق اليه. والرؤية بتقول ان لعل احدا من علماء السبعة موجودين الان في بلد الحبيب، وباقي علماء في الطريق اليه. وبتعرفنا ان في علامة او حدث هيحصل قبل ظهور المهدي المنتظر وقبل مبايعته هناك، حتى لو حصل مبايعة ومحدش يعرف فيها او حصل عليها تكتم قبل ما توصل لوسائل الاعلام، بتقولك ان في علامة هتحصل في السماء الله اعلم بيها، خسوف، امر مختلف علينا ما حصلش قبل كده. ايه هي العلامة؟ لم يأتي في الرؤية توضيحا بها. ده ايها الاخوة الاحباب تفسير الرؤية بتاعت النهاردة بالمختصر، وفصلناها مع بعض، وكده نكون وصلنا الاخر ولم يبقى لي الا ان اقول الله اعلى واعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.